انا هرد على الكومنت ده في الفيديو واقول لك ليه الارجنتين سرقت ماتش مصر. شوف الفيديو ده الاول وبعد كده هنرجع نكمل. في المدرجات حقيقة خيبة أمل كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر، لكن الجماهير الذين تحدثت إليهم أكدوا محمد. لأول مرة في حياتي بسجل فيديو والمباراة شغالة، لأنه ما عاد يهمني نتيجة المباراة أبدا أبدا أبدا. أنا عم شوفها على فوكس، القناة الأمريكية. سرقت المباراة لما تم إلغاء هدف زيكو. الحكم شاف الكرة وقال امشي. أول مرة الفار بيتدخل بعد الدلال اللي عم تلقاه الأرجنتين حتى تتوج أو حتى توصل أو حتى تبقى. مش كلامي، كلام معلقين عالميين. الفائز في المباراة بالنسبة إلي هو مصر. أداء، قوة، أجمل شوط شفته في حياتي الشوط الأول لمصر. أدوا اللي عليهم، حشروا الأرجنتين حاملة اللقب. ما بعرف شو نتيجة المباراة وما بدي أعرف. بالنسبة لي الفائز هو مصر. تذكروا هذا الكلام. وحقيقة منتخب مصر رفع الرأس بغض النظر عن النتيجة. مبروك لنا. هيك أداء، هيك روح، هيك قتالية، هيك منتخب عربي الدنيا. مصر ترفع راسنا فوق. It's true. When they want you, with you, they give you everything. When they don't, they try to make a hard life to you. I see football the last years as a business. I saw many things that I'm disappointing. The passion for the game is still intact, but in the same way, بص بقى على الصورة اللي الفيفا او قانون الفار منزلها وهنزلها لك مترجمة، وبعدها هقول لك ليه برضو الارجنتين سرقت ماتش مصر. الشعب المصري او الشعب العربي كامل متضايق لان دي سرقة، مش انت كسبت. هو عادي ان فريق يكسب وفريق يخسر، ده الطبيعي وده اللي لازم يحصل، ولكن ان انت تكسبني بمساعدة الحكم او بمساعدة الفيفا ده اللي مش فير وده اللي مش عدل. ده اللي الشعب العصري او العالم كله كشف الارجنتين وكشف الفيفا بسبب الماتش ده، وهو تحيز واضح من الحكم اتجاه الارجنتين ضد مصر. ان انت بعد ما اللاعب المصري مروان عطية داس على رجل مارتينيز لاعب الارجنتين وجه الجون الثاني لمصر، الحكم رجع للفار وبعد كده الغى الجون عشان خاطر الكوره. انا نزلت لك القانون قبل كده، تمام؟ يبقى القانون عليا وعليك لما يحصل نفس الموقف او يحصل نفس الفاول ترجع برضو للفار وتكنسل جول الارجنتين الثالث ويبقى الموضوع فير. انت كنسلت. طيب ليه اصلا من البدايه اللعيبه اتهمدت والروح المعنويه اتهمدت؟ ان كلهم لاحظوا منهم محمد صلاح ان في تحيز واضح من الحكم. ان انت كل شويه تلغيلي، اللي لعب كوره فاهم الموضوع ده كويس، ان انت تحس ان الحكم او ان الاتجاه كله ضدك، ده بيخليك انت مهما عملت هو كده هيكسبه، كده هيديله الفاول، كده هيديله الكورنر، كده ها. فانت كلاعب كوره بتبتدي تتهمد وتبتدي تتخنق وتبتدي تبقى عارف ان في حاجه بتحصل مش مريحاك، حاجه بتحصل بتخليك تتهمد ما تطلعش اللي عندك. اللاعيبه المصريه بعد الدقيقه 78 فعلا اللاعيبه وقعت وبدا يبقى في غلطات كتير، وفي تحليل وفي فيديوهات كتير قوي نزلت لتريزيجيه وعمر مرموش وده موضوع تحليل وهنتكلم فيه بعدين. ولكن
انا بقول لك ان الارجنتين سرقت الماتش بسبب الحكم، بسبب الفيفا، ده اللي بتكلم عليه. وخلينا نحلل ونقول ان فعلا تريزيجيه لما نزل ما كانش احسن حاجه، عمر مرموش لما نزل ما كانش احسن حاجه. انا هسيبك دلوقتي تتفرج على شويه فيديوهات وشويه صور عشان تقتنع باللي انا قلته في الفيديو اللي فات. في المدرجات حقيقة خيبة أمل كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر، لكن الجماهير الذين تحدثت إليهم أكدوا محمد، أنا أقدر طبعا لحظة صعبة على الملايين في هذه الآونة. معذرة الوراد لا أستطيع الحديث، ولكن يعني منتخب مصر كان على وشك تحقيق إنجاز كبير جدا في هذه البطولة. نعم أنا أقدر طبعا، وبالمناسبة يعني هنا في غرفة الأخبار من كل الجنسيات العربية ليس فقط من المصريين، يعني نفس هذه المشاعر التي تخالجك الآن محمد هي ما يدور في الأذهان، وشهدنا يعني مشاهد ودموعا اليوم، ويعني المشجعون المصريون من حولك يعني ما